لامسيه ان شاء الله. بالنسبه ان شاء الله نفوت معاها ايامات ان شاء الله زي كيما فوت من قبل في ستيف، وان شاء الله باش نلعبوها لي تيتر ان شاء الله، وراه يشوفوا مني بزاف حوايج ان شاء الله. حاج عيسى، ما هو سر اختيارك المولودية، خاصة انك تفاوضت مع عدة أندية كما صح شباب تفاوضت مع القبائل؟ عدة أندية بصح الحمد لله، يعني وين مع لامسية كانت مفاوضات جدية واخترتها عن قناعة، والمولودية غنية عن التعريف يعني مش نحب نعرفوها. ممكن نعرفوا مدة العقد حاج عيسى مع المولودية؟ مدة العقد عام ونص. واش هو الطموح تاعك الآن المولودية هذا الموسم؟ يعني راهي في كما نقولوا بيان مستوى طيب، هذا هو اللي خلاك الحمد تخير لله، يعني حتى المستوى تاع المولودية سنرى صافي راهي بارمي لي برومي، والطموح نتاعي معاه الألقاب. يعني راه المولودية فريق كبير وراح باش نزيد نعاونها وتعاوني إن شاء الله باش نلعبوا على الألقاب، باسم المولودية فريق تاع ألقاب. حاج عيسى، ريحت 6 أشهر بدون منافسة، كيفاش راك بدنيا؟ 3 شهور برك. بس كانت عندي كونترا ونكون ليكيب طيح، صافي الكونترا تاعي طانيلا اوتوماتيكمون، صافي ما كملتش. راح تلتحق بتربص الفريق ان شاء الله نورمالمون ان شاء الله. ان شاء الله. بالتوفيق. وقتاش ان شاء الله تلتحق بالتربص؟ والله مازال نشوفوا مع الرئيس هذاك والفيزا وذاك، وان شاء الله مش نرضوا عليهم ان شاء الله، والله يجيونا. طيب الحاج، ما تخوش من المنافسة في فريق المولودية اللي في هذا العام عدة أسماء، يعني هذا يحفزك أنت ثاني إن شاء الله. مانيش متخوف من الجهة. وكلمة فقط لأنصار المولودية اللي يعرفوا حاج عيسى مع الوفاق مع المنتخب الوطني. ان شاء الله ساعرفوه مع الوفاق المنتخب الوطني، وراه يعرفوه مع لامسية ان شاء الله، ونتمنى حتى هما يكون الحضور تاعهم ان شاء الله في الحضور ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. كلمة الرئيس، توجور كلمة